1 فبراير 2016. كيلي ماكجاري ما كانش عنده فكرة إنه كان على وشك يواجه آخر طلعة ليه. مش النهاردة، مش على التل ده الرجل حاول يعمل حركات خطيرة قدام آلاف الناس، صمم مسارات وخدع الموت، بس هو مش هيعمل أي حاجة من ده النهاردة. لا نزلات ب100 قدم ولا قفزات مرعبة فوق الأخاديد، مجرد جولة عادية بالعجلة الجبلية مع 2 من صحابه، ومسار طبيعي جميل قريب من بيته. هو بيبدل في الطلوع على مسار ركب عليه مئات المرات، وفجأة وقف مرة واحدة. من نجار مجهول بيشتغل بمطرقة في فيجي لواحد بيعمل شقلبة خلفية فوق وادي طوله 72 قدم قدام العالم كله، لحد ما انهار على مسار كان ممكن يركبه وهو نايم. راكب الدراجات الجبلية ده كان ميت بالفعل، هو بس ما كانش يعرف. أهلا بيك في إكستريم. في سنة 1982 صناعة الدراجات الجبلية اللي دلوقتي بقت بملايين الدولارات ما كانتش موجودة. وسنة 1982 كانت السنة اللي اتولد فيها كيلي دانيال ماكجاري. نشأة عادية جدا في قرية هادية اسمها واكفيلد في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا. لو بصيت على حياته في الأول مفيش حاجة كانت هتقولك إيه اللي جاي. كيلي وأخوه مات كانوا بيقضوا أيامهم بعد المدرسة كأطفال عاديين مع أبوهم. اتعلموا الصيد وركوب القوارب في المياه السريعة والتخييم وركوب العجل. كيلي ومات كانوا بيركبوا عجل BMX صغير وصلب وبيبدلوا مسافات طويلة عشان يوصلوا لمضمار التراب المحلي. كانوا من النوع اللي يهربوا للغابة ومعاهم جواريف عشان يبنوا مطبات من غير إذن ويحاولوا يطيروا شوية في الهواء. إحساس إنك تسيب الأرض، الإحساس إنك تبقى في الهواء تماماً ولو لثواني، هو فضل يدور ورا الإحساس ده طول حياته. بس على عكس العباقرة الرياضيين دلوقتي اللي بيتم اكتشافهم عند سن 12 وبيتم تجهيزهم للعظمة، كيلي واجه عقبة جسدية. هو ببساطة جسمه كبر زيادة عن اللزوم بالنسبة للرياضة اللي كان بيحبها. هو ما وقفش نموه لحد ما وصل لطول 6 أقدام و5 بساط، ووزنه بقى أكتر من 200 باوند. كان عملاق بالنسبة لشاب في أواخر سنين مراهقته. إيديه ورجليه بقوا طويلين زيادة عن اللزوم عشان يعرف يطوي جسمه على هيكل عجلة BMX بمقاس 20 بوصة، الصغير والصلب. وفي أواخر التسعينات العجل الجبلي الكبير والمعزز اللي يقدر يشيل واحد بحجمه ما كانش لسه اختراعه. فبما إنه ما فيش طريق واضح قدامه في ركوب العجل، هوايته اللي من الطفولة كان لازم تيجي بعد ظروف الحياة وتفضل مجرد هواية. خلص دراسته وبعدها اتدرب نجار لمدة 5 سنين وتعلم المهنة الصعبة بتاعة البناء الصح، زي ما أبوه علمه إن كل حاجة لازم تتعمل صح. حتى إنه قضى 6 شهور في فيجي بيبني بيوت مع أبوه وبيشتغل بإيده في الحر وبيصب الأساسات وبيفهم الأحمال والإجهاد وإيه اللي محتاجه أي مبنى عشان يثبت. لحد ما في يوم سنة 2006 وكان عنده 24 سنة حصل له حاجة خلعته من الحياة المريحة دي. حاجة خلته يقرر ياخد الخطوة ويغامر. والدة كيلي توفت. لما بتفقد أحد والديك أو حد بتحبه في السن ده، فهمك للحياة والوقت بيتغير تماماً. ممكن يكون تفكير قاسي إن الحياة قصيرة جداً وما فيش أي ضمان إنك هتقدر تعمل الحاجات اللي بتحبها بكرة. بحلول يوليو 2006 فكرة إنه يقضي 40 سنة الجايين في بناء بيوت بأمان ما بقتش منطقية خالص. كيلي خد قرار في اللحظة دي إنه يديها للآخر في ركوب العجل اللي هو هوسه الحقيقي الوحيد، وده كان رهان كبير. في سن 24 أغلب الرياضيين المحترفين في الرياضات الخطرة كانوا خلاص بقوا أسماء معروفة وبيكسبوا فلوس بجد. كيلي ما كانش عنده أي حاجة، ما كانش عنده رعاة ولا علامة تجارية، بس كان عنده قوة خام وغير مصقولة وأسلوب ركوب ما حدش شافه قبل كده. بس كيلي قرر يجرب برضه. دلوقتي عشان نكون منصفين، كيلي عمره ما ربط بين وفاة والدته وقراره، وممكن يكون مجرد صدفة إن ده حصل في نفس السنة. فجهز معداته وسافر عبر العالم. لويسلر في بريتش كولومبيا
عشان مهرجان كبير لركوب الدراجات الجبلية اسمه مسابقة كرانكو ووركس سلوب ستايل. سلوب ستايل هو نوع من مسابقات ركوب الدراجات مبني على أن المتسابقين ينطوا من قفزات ترابية عالية ويعملوا حركات بهلوانية في الجو بدقة وإبداع كفاية عشان يبهروا الحكام. كيلي ما كانش ليه ترتيب عالمي ولا سمعة، وما كانش عنده سبب معين يتوقع كتير. هو دخل تصفيات المفتوحة تقريباً كده من باب المزاج، بس بطريقة ما قدام بعض من أرقى وأفضل المتسابقين في العالم. النجار المجهول ده من نيوزيلندا اتأهل للنهائيات وخلص في المركز 18 على مستوى العالم. ده كان كفاية. تاني يوم الصبح سبونسر اتصل بيه، وفي خلال سنة كيلي ساب الشاكوش وتفرغ لركوب الدراجات بشكل كامل وما رجعش يبص وراه تاني. تخيل تقضي 5 سنين بتتعلم مهنة بالطريقة صح وبعدين تسيبها علشان تجري ورا حاجة أغلب الناس هيسموها حلم مستحيل. وفي سن أغلب منافسينك عندهم فيه سنين خبرة أكثر منك، وتدخل التصفيات من أول محاولة. هو نقل إقامته لكوينستاون عاصمة المغامرات في نيوزيلندا، واندمج فعلاً مع مجتمع الفري رايد هناك. بحلول الألفينات ركوب الدراجات بدأ يبقى حاجة مختلفة تماماً وصعب تتعرف عليها. لسنين طويلة كانت الرياضة بسيطة نسبياً، كنت بتطلع على الجبل وبتتسابق مع الزمن عشان تنزل تاني. العقبات كانت صخور طبيعية وجذور الشجر، ويمكن كمان منعطف ضيق. العجل كان دائما ثابتا على الأرض، لكن جيل جديد من الدراجين بدأ يزهق من مجرد البقاء على الأرض. ما بقوش يبصوا على الطريق وابتدوا يبصوا على السماء. التطور الجديد ده اتسمى فري رايد. الهدف ما كانش إنك تعدي خط النهاية بأسرع وقت، كان الهدف إنك تلاقي أكثر المنحدرات العمودية المرعبة على الجبل وتنجو من الوقعة. الدراجين كانوا بيتركوا المسارات المعروفة وبيسحبوا عجلهم لحدود منحدرات ارتفاعها 50 قدم ومحاجر صخور مهجورة وفجوات ضخمة في الوديان مش مرسومة على الخرائط. الرياضة بقت زي سباق تسلح ضد الجاذبية. ظهرت مسابقات السلوب ستايل اللي مش بس بتعدي فيها منحدرات ضخمة، لكن كمان بتعمل حركات بهلوانية معقدة في الهواء زي الشقلبات الخلفية ولفات 360 درجة وانت معلق في الهواء. ده كان العالم اللي دخل عليه كيلي ماكاري، وعلى مدار العقد اللي بعد كده كيلي اتطور وبقى العملاق الطيب في عالم الفري رايد. كان مستحيل ما تشوفوش، طوله حوالي 1.96 متر وشعره الأشقر المفلفل طالع من تحت الخوذة. ابتسامة المصورين كانوا بيحبوها لأنها عمرها ما كانت مصطنعة أو متكلفة. في رياضة مليانة رياضيين بوشوش جدية وبيتعاملوا مع المنافسة كأنها حرب. كيلي كان بيتعامل معها كأنها حفلة جامدة، واتكتب له الحظ إنه يتعزم عليها. لقبه كان ميغازا، وده مصطلح أسترالي معناه تقريباً الراجل ده، وكان فعلاً ضيق عليه تماماً. بقى العمدة الغير رسمية لمجتمع ركوب الدراجات الجبلية. كان هو الرجل اللي دايماً يركب في آخر المجموعة عن قصد علشان يتأكد إن الهواة اللي بيمشوا ببطء معاهم حد في الطريق. شعاره الشخصي كان اضرب الحياة في زورها. بالنسبة لكيلي ده كان معناه إنه يهاجم كل يوم ويستغل كل فرصة ويعيش وهو مسؤول تماماً عن المخاطر اللي بيختار ياخدها. وفي سنة 2013 أثبت إنه قد كلامه. في أعماق صحراء يوتا على بعد حوالي 4 ساعات جنوب مدينة سولت ليك، فيه أرض وعرة من الحجر الرملي الأحمر بصراحة شكلها زي سطح المريخ. كل شهر أكتوبر ريد بول بتحول جزء من الصحراء دي لأخطر مسابقة دراجات جبلية في العالم، بيسموها الرامبيج، وبصراحة ده أدق اسم ممكن يختاروه لها. مفيش مسارات مرصوفة ولا إرشادات أمان. الركاب بيجوا معاهم معاول وبيقضوا أيام وهم بيحفروا مساراتهم بنفسهم في جوانب الجبال. هم بيبنوا منحدرات ترابية بنفسهم فوق أي هوية مرعبة يختاروها، وكل ده بإيديهم. لو تقدر تحفرها تقدر تركبها، الحد الوحيد هو مدى الخطر اللي أنت مستعد تطلع منه عايش. وفي أكتوبر 2013 كيلي ماجاري كان مستعد يختبر حد محدش غيره تجرأ يختبره.
ففي نص المسار الصحراوي ده فيه فجوة طبيعية ضخمة بين جدارين من الوادي، معروفة ببساطة باسم فجوة الوادي. المسافة بينهم 72 قدم، تقريباً عرض طريق سريع فيه 7 حارات. ولو بصيت من على الحافة مش هتلاقي غير 50 قدم من الهواء الفاضي تحتك، وأرض مليانة صخور صحراوية حادة وقاسية. لسنين مجرد القفز فوق الفراغ ده كان بيعتبر أقصى اختبار للشجاعة وسط راكبي الدراجات. بتندفع ناحية المنحدر وتلتزم بالسرعة اللي حسبتها بالضبط، وبتدعي إنك تكون سريع كفاية علشان توصل للناحية التانية، لكن دقيق كفاية علشان ما تعديش مكان الهبوط، لأن في الناحية التانية من الفجوة فيه منحدر ترابي حاد نازل لتحت. لازم تنزل بعجلتك متوافقة تماماً مع الزاوية الحادة دي علشان المنحدر يمتص الصدمة العنيفة والقوية من سقوطك اللي بيوصل ل5 أدوار، ويسمح لك تكمل ركوبك بأمان. من غير المنحدر ده اللي يستقبلك، لو وقعت من 5 أدوار على أرض مستوية العجلة هتتهدي فوراً، والصدمة العنيفة من الوقعة هتتنقل مباشرة في رجليك وعمودك الفقري. مجرد عبور المكان ده لوحده هو واحد من أصعب وأخطر الحاجات اللي ممكن إنسان يعملها على عجلتين. بس كيلي ماجاري كان عايز ياخد الموضوع خطوة أبعد. هو كان عايز يعمل شقلبة خلفية وهو بيعدي عليه. عشان تفهم قد إيه ده جنون، تخيل إنك سايق على طريق سريع بأقصى سرعة وحد يطلب منك تقفل عينيك، سيب الدركسيون، لف الكرسي بتاعك لورا بالكامل، وبعدين امسك الدركسيون تاني وصحح العربية قبل ما تخرج من الطريق. بس الفرق إنه الطريق على بعد 72 قدم وما فيش طريق تحتك أصلاً وإنت بتلف. الشقلبة الخلفية بالعجلة فوق هناك كانت معناها إنك هتكون معلق في الهواء لجزء من الثانية، مقلوب تماماً في نص فراغ 72 قدم، وتحت رحمة الزخم اللي انت عملته وانت طالع من غير أي حاجة تمسك بها أو تعدل مسار طيرانك. بالنسبة لراكب صغير الحجم وبنيته زي لاعب جمباز، الشقلبة الخلفية بتكون حركة سريعة ومضغوطة. لكن كيلي كان طوله 6 أقدام و5 إنشات ووزنه أكثر من 200 باوند. شقلبة راجل بالحجم ده بتحتاج طاقة مرعبة وتحكم كامل في العضلات والتزام تام. لو تردد أو وزنه اتحرك بوصة في الاتجاه الغلط، الدوران هيبطأ ومش هيكمل الشقلبة للآخر، هيقع على رقبته وهو مقلوب على بعد 50 قدم تحت. عشان ينجو كان لازم عجل دراجته يسيب حافة الجرف بسرعة 31 مايل في الساعة بالضبط، لو أبطأ مايل 1 في الساعة. ومساره كان حيقصر 4 أقدام، وكان حيخبط في حائط الوادي المقابل بقوة. ولو زود السرعة ميل 1 في الساعة كان هيعدي من على منحدر الهبوط الحاد على الناحية التانية وهيوقع بقوة، وده كان هيبعت موجات صدمة رهيبة في رجليه وعموده الفقري. سرعته لازم تكون بالضبط 31 ميل في الساعة. يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، كيلي قعد على السرج، مسك المقابض وانطلق. التسارع عنيف وفوري، الهواء بيصرخ جنب خوذته، كلبه بيدق بسرعة وهو بيجري ناحية المنحدر، تقريباً تقدر تسمعه بيتنفس بسرعة، مركز جداً وقافل على نفسه ومش سامع أي حاجة تانية. على بعد 30 قدم من حافة المنحدر، 20 قدم، 10، مفيش رجوع دلوقتي. 3 2 1 وانطلق. عجلته لمست حافة المنحدر وطلعت من على الأرض. على طول كيلي شد المقابض لورا بكل قوته، جسمه كله اللي وزنه 200 باوند رمى نفسه في اللفة. العجلة بتتبعه لفوق ولورا، وفجأة ما بقاش فيه تحته غير 50 قدم من الهواء المفتوح وأرض الوادي تحت. لمدة ثانية كاملة هو مقلوب تماماً، معلق على ارتفاع 50 قدم فوق أرض الوادي وباصص للسماء بتاعة يوتا. وبعدين جه وقت الهبوط. في اللحظة دي وهو في نص الدوران بيستخدم قوة عضلاته الأساسية والتأثير الجيروسكوبي للعجل وهو بيلف عشان يوقف الزخم بتاعه. بيلف راسه بسرعة، بيلاقي الشريط الضيق من التراب على الناحية التانية من الوادي، بيوجه العجلة الأمامية بتاعته عشان تتماشى مع ميل الهبوط بالضبط. عجلاته لمست الأرض،
العفشة بتضغط تحت وزنه وبيكمل السواقة. هو فعلا عملها. الجمهور اللي واقف على حافة الوادي سكت تماما لمدة ثانية كاملة، وبعدين الضجة والهتاف جم مرة واحدة وهم مصدومين من اللي كانوا لسه شايفينه. اللقطات المصورة من منظور من كاميرا الخوذة بتاعته انتشرت بشكل كبير وجابت أكثر من 200 مليون مشاهدة. اللي حصل غير تماما فكرة العالم عن اللي جسم الإنسان يقدر يعمله على عجلة، وثبت مكانته كواحد من أفضل 20 راكب دراجات جبلية فري رايد في العالم كله. كيلي ما جاش بس عشان ينافس، كان فعلا قوة حقيقية وخرج من المنافسة ومعاه جوائز. حقق مراكز من ال5 الأوائل في فعاليات عالمية تعتبر ZX Games بتاعة ركوب الدراجات الجبلية. سيطر على البطولات الدورية، وجولته الأسطورية سنة 2013 في ريد بول رامباج جابت له المركز الثاني بشكل عام، وكمان أول جائزة اختيار الجمهور. ما بقاش مجهول بعد كده، كان راكب دراجات محترف، لكن في قلبه لسه بناء، لأنه ما كانش بس بيركب أخطر المسارات في العالم، هو كمان فعلياً كان بيبنيها بنفسه. هو شارك في تأسيس شركة اسمها Elevate Course Building اللي كانت بتصمم نفس المنحدرات ومسارات السلوب ستايل اللي بتختبر حدود قدرة البشر على البقاء للمحترفين التانيين. هو نجا من الحركات الخطيرة اللي كان بيعملها لأنه كان عارف حدوده، وبيعامل جسمه بنفس الطريقة اللي كان بيعامل بيها البيوت اللي بناها في فيجي. بحلول سنة 2014 كيلي كان في قمة مسيرته المهنية. كان بنى سمعة إنه الراجل اللي يقدر ينجو من أي حاجة. بس رياضة الفري رايد المتطرف ليها طريقة عنيفة في اختبار السمعة. بعد سنة من القفزة اللي انتشرت جداً، كيلي رجع لصحراء يوتا. كان واقف على حافة نفس قفزة عبور الوادي بالضبط، وعايز يكرر الإنجاز مرة تانية. هو عمل باك فيليب عليها السنة اللي فاتت، والعالم كله كان بيتفرج، ودلوقتي كان عايز يعملها تاني بس أنظف. بس المرة دي الحسابات الدقيقة اللي أنقذته السنة اللي فاتت قلبت عليه. المرة دي هو أسرع شوية، أكثر من اللي كان المفروض. انطلق في الهواء، لكن مساره كان عالياً زيادة عن اللزوم، فعد المسافة اللي طولها 72 قدم، وكمان عدى على الرامب الترابي كله، وفضل طاير لحد ما وقع بقوة على أرض الصحراء المسطحة اللي ما بترحمش. لو بتفهم في الفيزياء هتعرف بالضبط إيه اللي كان المفروض يحصل بعد كده. هيكل الإنسان العظمي ما يقدرش يمتص سقوط حر على صخرة صلبة. الأعضاء بتتمزق والعمود الفقري بيتكسر. لازم يكون دي اللحظة اللي كيلي ماجاري فقد فيها حياته. ما كانش كده. كيلي اتقذف فوراً فوق المقود ووقع بعنف على وشه قدام العالم كله. سحابة تراب ضخمة ابتلعته، وبعدين من وسط التراب العملاق وقف ببساطة، نفض التراب من على التيشيرت بتاعه ومشي وهو عنده شوية جروح وكدمات، وما فيش أكتر من كده. الصدام كسر إطار العجلة بتاعته وحول العجلة الغالية اللي بتمنها آلاف الدولارات لخردة، بس هو نجا. هو ما كانش متأذي جسدياً، لكن كان متأثر نفسياً. هو سماها حدث كبير جداً في حياته. أنت مش عايز تكون في الموقف ده تاني؟ وبياخد وقت عشان ترجع ثقتك في نفسك بعد ما تتخبط جامد كده. وكان عنده حق تماماً في اللي قاله، لأن اللي حصل بعد كده كان مستحيل يختار يمر بيه مرتين. بعد سنة في مايو 2015 كان كيلي في جبل تيانمون في تشانجياجي الصين عشان يشارك في سباق اسمه ريد بول سكاي جيت. مسار السباق كان بينزل على 999 درجة حجرية قديمة مبنية على منحدر بزاوية 50 درجة، وطوله يقرب من 1000 قدم. زي باقي المتسابقين، كيلي كان معتمد بشكل كامل على الفرامل بتاعته عشان يمنع الجاذبية من إنها تسحبه ويسقط سقوط حر، لأن ده كان الحل الوحيد عشان يقدر ينجو في المسار ده. لكن في نص النزول اللي طوله 1000 قدم، الاحتكاك الشديد والمستمر خلى السائل الهيدروليكي في فرامله يغلي حرفياً ويبطل يشتغل. في جزء من الثانية كي أتحول من متسابق مسيطر على نفسه بعناية لقطار هارب وزنه 200 باوند على سلالم خرسانية.
ما كانش فيه منطقة يقدر يهرب فيها، وما كانش فيه تراب ناعم يمتص الصدمة. كان بيجري بسرعة من غير أي سيطرة، نازل لتحت، وفي الآخر خبط بعنف في الهيكل الحجري بسرعة السباق. دي كانت صدمة كارثية تانية، كان المفروض تكسر ضلوعه، أو تكسر عظمتي الفخذ، أو على الأقل تكسر الترقوة. وبرضه وقف ومشي من غير أي حاجة غير وجع في رجله و7 غرز. للمعجبين والإعلام وزمايله من راكبي الدراجات، اللحظات دي كانت تأكيد كامل على الأسطورة. تدريب كيلي العضلي الضخم كان بيتشاف كأنه درع حقيقي. أبوه كان مؤمن إنه جسم ابنه بيخليه كأنه ما بيتأذاش. كان الرجل اللي ما يتكسرش واللي سيطر على الجاذبية. لكن كيلي ما كانش مصدق الكلام ده كله. هو ما كانش مدمن أدرينالين وعنده نزعة انتحارية. هو كان راجل تحليلي جدا وحذر، وابتدى يشوف العلامات اللي بتقول إن في حاجة هتحصل. هو كان عارف إن الصدمات الميكانيكية بتتراكم، وجسمه ابتدى يحس بتأثير الحوادث دي. فعشان كده في الجولات اللي بعد كده بقى أقل عفوية في ركوبه، وبقى مركز أكتر على الأمان، خوفاً على حياته أو خوف إنه يضطر يسيب شغفه بسبب إصابة. أياً كان نوع الخوف هو اللي خلاه ياخد قرارات محسوبة عشان ينجو. اللي لا كيلي ولا الرعاة بتوعه ولا الملايين اللي بيتفرجوا عليه كانوا يعرفوه هو إنه الضرر الحقيقي ما كانش بيحصل لعظامه. الضرر كان بيحصل لجسمه من جوه، ومسار ترابي بسيط قريب من بيته كان هيعمل اللي ما قدرتش تعمله، وديان الصحراء اللي طولها 100 قدم ولا السلالم الخرسانية. 1 فبراير 2016 يوم الاثنين بعد الظهر، كوينستاون، نيوزيلندا. كيلي كان بيركب على مسار طبيعي مشهور فوق اسمه فيرنن هيل لوب. المكان ده كان قريب جدا من بيته، وبيوصله من فوق تيليفريك سكاي لاين، شبكة مسارات هو ركبها مئات المرات. كان معه 2 راكبين ألمان كانوا في جزء اسمه سالمون ران، مسار طالع لفوق تقريباً بياخد 45 دقيقة من فوق التلفريك. ما كانش فيه أي حاجة تقنية أو صعبة عليه في الموضوع ده. الطلعة دي في اليوم ده كانت علشان يصور فيديو محتوى للراعي بتاع دراجته YT Industries. فكيلي كان راكب بكل هدوء وبساطة، طالع على طلعة خفيفة وبسرعة بطيئة. لما حصل اللي حصل من غير أي تحذير ومن غير حتى صوت، كيلي فجأة وقع على الأرض. دلوقتي اسمع الحكاية. كل شهر بعمل فيديو واحد مخصوص للباتريون. التحذيرات كانت موجودة، مش هتشوفه في أي مكان تاني. لو ده نوعك من الحاجات، الروابط في الوصف. 2 من اللي كانوا راكبين معاه فهموا فوراً إنه في حاجة خطيرة جداً حصلت، ولما جريوا عليه لقوا كيلي واقع على الطريق الترابي، مش بيرد وما كانش بيتنفس. بدأوا يعملوا له إنعاش قلبي رئوي في نفس اللحظة، حتى وهم بيطلبوا النجدة، وخدمات الطوارئ وصلت فوراً. الممر كان محتاج حوالي 45 دقيقة مشي من أقرب مكان فيه بنية تحتية، فعشان كده بعتوا هليكوبتر فيها مسعفين 2 للمكان. طاروا على طول للمكان اللي كانت فيه كيلي، ونزلوا هناك وبدأوا يطبقوا بروتوكولات دعم الحياة المتقدمة. بس رغم إنهم عملوا إنعاش قلبي رئوي فوراً، ورغم وجود الهليكوبتر، مع إن الراجل ده نجا من أعنف الصدمات الحركية في تاريخ ركوب الدراجات الجبلية، قلبه رفض يرجع يشتغل تاني. رغم كل المحاولات ورغم السرعة الجنونية والاستجابة الطبية الفورية، مفيش فايدة. تم إعلان وفاة كيلي ماجاري في مكان الحادث الساعة 24 دقيقة مساء. كان عنده 33 سنة بس. لما الخبر انتشر، الجماهير على طول افتكروا إن كيلي مات في حادث. يعني ده كان هيبقى منطقي مش كده؟ راجل كان بيعمل حركات خطيرة زي دي، أكيد في يوم من الأيام كان هيحصل له حاجة وحشة. بس لما عرفوا تفاصيل وفاته بالضبط، محدش كان عارف يقول إيه. إزاي راجل نجا من مواقف موت أكيدة يموت وهو بيركب على تل حتى المبتدئ يقدر يعديه وهو مغمض عينه؟ أبوه نفسه نيك قالها بأفضل طريقة. إزاي ده ممكن يحصل لجسم قوي زي ده؟ الموضوع مش منطقي خالص. يا ابني كان كله عضلات، كان جسمه رياضي جدا. ما كانش خالص شكله واحد ممكن يجيله أزمة قلبية. دلوقتي
مفيش حد يقدر يقول أكيد إيه اللي حصل بالضبط جوه صدر كيري بعد الظهر يومها. التقرير الأولاني قال بس توقف القلب. نتائج الطبيب الشرعي الكاملة عمرها ما اتنشرت بالكامل للناس. اللي عندنا هم نظريتين محتملتين، الاتنين مبنيين على أبحاث حقيقية اتعملت على رياضيين في الرياضات الخطيرة زي كيلي. النظرية الأولى إنه كان عنده مشكلة عضوية في القلب نفسه. القلب عضلة، وزي أي عضلة لو فضلت تشتغل عليها على طول بتكبر. دي حاجة أطباء القلب الرياضيين بيسموها إعادة تشكيل القلب بسبب التمارين. كيري ضغط على جسمه لأقصى حد لمدة 10 سنين، وقلبه ببساطة كبر زيادة عن اللزوم وما قدرش يواكب. ولما تمدد وكبر بدأ يتكون فيه ندبات صغيرة جدا على المستوى المجهري. وبما إن القلب بيشتغل بنبضة كهربائية، الندبات دي كانت بتتصرف زي مناطق ميتة. وفي يوم من الأيام وهو ماشي في الطريق ده، الإشارة الكهربائية في قلبه خبطت في واحدة من الندبات دي، وحصل قصر كهربائي والموتور وقف. بكل بساطة كده. النظرية التانية أعقد شوية. بص، لما كايلي كان عايش قلبه كان بيعمل حاجة معظم الناس عمرهم ما بيفكروا فيها. كل مرة كان بينطلق من على منصة قفز أو يبص من فوق حافة أخدود، قلبه كان بيشتغل بمستويات أغلب القلوب البشرية عمرها ما هتوصل لها في حياة كاملة. لما تكون فعلا خايف، مخك بيضخ الأدرينالين في دمك، معدل ضربات قلبك بيعلى فجأة، عضلة قلبك بتنقبض بقوة وسرعة أكتر بكتير من اللي كانت مصممة عليه. بالنسبة لمعظم الناس ده بيحصل 2-3 في العمر كله، يمكن في حادثة عربية أو حالة طبية طارئة. كيلي مكاري كان بيعيش في الحالة دي بحكم شغله. أكثر من 10 سنين من ركوب الدراجات الحرة بشكل متطرف. الموجات العنيفة دي حرفياً سممت خلايا قلبه من جوه وخلتها تموت بسبب الإرهاق الكيميائي، وسابت وراها ندبات صغيرة جداً تحت الميكروسكوب بتوقف تدفق الكهرباء في القلب على مستوى صغير جداً. والندبات دي مش بتبان خالص، مش هتظهر في أي كشف طبي عادي. ممكن تكون أكتر واحد لياقة في العالم، عملاق بينجو من سقوط من ارتفاع 100 قدم، وبرضه يكون قلبك مليان بالعوائق الكهربائية الصغيرة دي. كيلي كان بيكسب السباق في المضمار، بس جواه قلبه كان بيخسر بهدوء مع كل سباق ورا التاني. ففي الصبح ده وهو بيطلع التل بدراجته، جسمه الضخم اللي وزنه 200 باوند كان محتاج كمية ضخمة من الأكسجين. حتى وهو ماشي على مهله جسمه كان زي موتور عالي الأداء محتاج وقود باستمرار. ولما بدأ يطلع أعلى في مسار فيرنهيل الدائري، عاصفة كهربائية فوضوية بدأت تتكون جوا قلبه. وبعدين الموجة الفوضوية دي خبطت في حاجز من نسيج الندبي، قلبه خرج فوراً عن إيقاعه الطبيعي. بدل ما يضخ الدم للمخ والرئتين، العضلة بدأت ترفرف من غير فائدة. وده كان النهاية، ولا نظرية فيهم اتأكدت بشكل رسمي كسبب نهائي. فاحنا مش قادرين نقول أكيد إذا كانت دي أو دي. انت شايف إيه اللي أخذ كيلي مننا؟ قول لي رأيك في التعليقات. بس إيه اللي بيحصل لما المعلومة تكون موجودة والراجل يفضل مكمل برضه؟ قبضة المتسلق ده كانت بتخونه من وقت ما عمل حادثة عربية، فبدأ يغير في حساباته وما يتسلقش غير في الأيام اللي حاسس فيها إنه كويس، وعلى طرق هو واثق فيها جدا. وفي يوم الصبح وهو بيعمل تسخين على الحيطة المفضلة ليه، إيده مدت على مسكة زي ما عمل كده 100 مرة قبل كده. ده اللي حصل بعد كده.